خياط المافيا فيلم دي اوتفيت. الفيلم ده اتعمل سنة 2022 وانا شفته بالصدفة البحتة، يعني ما كنتش اعرف ايه اللي مستنيني جوه فيلم عظيم زي ده. الفيلم احداثه بتحصل في الخمسينيات في شيكاغو، وبيحكي عن ليونارد، رجل انجليزي من اللي هم الخياطين الشيك دول بتوع زمان، والراجل ده بيفصل بدل واغلب زباينه هم العصابة اللي في الحي بتاعه. ومحل الخياطة اللي يبدو من بره ان هو هادي ومفهوش غير راجل كبير خياط وبنت صغيرة بتساعده، رجال العصابات بيستخدموه كواجهة لتبادل الرسائل بينهم. وفي يوم عاصف وساقع بيدخل عليه فرانسيس اللي هو مساعد زعيم العصابة، واللي هو كان ذكي جدا، وريتشي ابن زعيم العصابة المتهور المغرور، وريتشي ده كان واخد طلقة في بطنه. وليوناردو الخياط محبوس معاهم في محل الخياطة ومجبر ان هو يخيط الجرح ده. وفي جو من المؤامرات والشكوك اللي بتتصاعد بين ريتشي وفرانسيس هتدور احداث فيلمين. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ بص، هو قولا واحدا الفيلم ده هو من افضل افلام الجريمة النفسية اخر كام سنة، لان الفيلم كله بيحصل في مكان واحد اللي هو محل الخياطة في ليلة واحدة. والفيلم مميز جدا من ناحية الحوارات الذكية اللي بتحصل بين الممثلين على مدار الفيلم، والأهم بقى هو المفاجآت اللي هتحصل في الفيلم. يعني بص، آخر نص ساعة في الفيلم هي عبارة عن حوارات ذكية بين الممثلين وبلوت تويستس كتيرة بتحصل ورا بعض، وانا واحدة منهم انت هتكون متوقعها ولا حاسس حتى انها جاية عليك. مخرج وكاتب الفيلم هو جراهام مور، واللي خد اوسكار عن اخراجه الفيلم ايميتيشن جيم. وبطل الفيلم الخياط هو مارك رايلانس، واللي كان واخد اوسكار برضه. يمكن بس انا هقول لك اصبر على بدايه الفيلم، عشان انت في الاول هتحس ان مفيش احداث بتحصل، وفي اخر الفيلم هتبقى قاعد مبرق من كتر الاحداث اللي بتحصل والمفاجآت. وتقييمي لفيلم دي اوتفيت هو 9 من 10. فيلم ريكومندد جدا 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 من هنا لبكره، وبكده تكون عرفت